بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني يا أصدقائي بقصة جميلة جدا وفيها موعظة، وكل واحد يكتب لي إيه الموعظة اللي استفادها من القصة دي. قصة النهاردة قصة معروفة جدا وشهيرة جدا، قصة جحا وابنه والحمار. القصة دي بتدور حوالين إيه؟ جحا في مرة من المرات كان ماشي ورايح مشوار هو وابنه، فجحا كان راكب على الحمار وهو وابنه. عدى من على قرية الناس فضلوا يشتموا فيهم: انتوا ما عندكوش قلب، انتوا ما عندكوش رحمة، انتوا ما عندكوش ضمير، انتوا الاتنين راكبين على الحمار ومفيش وزنكوا زايد على الحمار. وفضلوا يقولوا كلام زي كده. جاء جحا نزل هو من على الحمار وساب ابنه فوق الحمار علشان الحمولة تخف ويبقى واحد بس. عدى شوية قدام أهل قرية تانيين اللي بعد كده، فضلوا يقولوا: شوفوا العيل العق منزل أبوه يمشي على الأرض وهو راكب فوق الحمار وأبوه راجل كبير. وفضلوا يقولوا كلام زي كده. جاء جحا هو اللي ركب فوق الحمار وابنه نزل يمشي. جاء الناس قالت له ايه؟ شوفوا من الراجل اللي ما عندوش ضمير، شوفوا من الراجل اللي سايب ابنه، شوفوا من الراجل اللي سايب ابنه يمشي وهو راكب على الحمار وابنه قاعد متعذب وطول المشوار طويل عليه. شوفوا من الراجل اللي تارك ابنه. وفضلوا يقولوا كلام زي كده. جحا قال: ازاي اقدر ارضي الناس دي؟ ازاي اقدر ارضي الناس دي؟ انا راكب، احنا الاتنين راكبين، ابن راكب، مش عاجب الناس. قرر جحا اخيرا يعمل حاجة جميلة جدا. نزل هو وابنه على الحمار وفضلوا يمشوا على رجليهم والحمار ماشي من غير ما حد يركب عليه. عدى وكان فاكر انه هيسلم من كلام الناس. مشى جحا شوية لقى الناس بتقول له: انت مجنون انت وابنك، معاكم حمار وتمشوا على رجليكم، انت مجنون، انت ازاي تعمل كده؟ جحا اتجنن اكتر واكتر وقال: ازاي اقدر ارضي الناس دي؟ فجحا من شدة جنونه عمل حاجة غريبة جدا. راح جحا اشترى الحمار هو وابنه ومشهم، وهما الاتنين اشتروا الحمار. برضه الناس ما سكتتش وقالت: الراجل اتجنن، بدل ما هما الاتنين يركبوا على الحمار هما اللي شايلين الحمار والحمار هو اللي راكبهم. ناخد ايه من القصة دي؟ يا اصدقائي، الناس مش هيعجبها العجب ولا الصيام في رجب. ما تحاولش تغير من نفسك علشان الناس، خليك على مبدأك. طبعا لو كانت انت من وجهة نظرك ان هو صح، ما تبصش لوراك، ما تقولش الناس بتقول كذا وده بيقول كذا. قصة جحا والحمار اكبر دليل ان الناس مش هيعجبها العجب. اقسم بالله لو قدت 100 شمعة، لو فرشت الارض رمل، لو جبت نجمة من السماء واديتها لناس، والله العظيم هيقولوا ليه ما جبتش نجمتين. والله العظيم الناس مش هتشكرك، والله العظيم الناس مش هتحمد ربنا، مش هيعرف قيمتك غير الشخص اللي حبك فعلا. فنصيحة لإخواتي وأحبائي: طول ما أنت بتعمل حاجة مؤمن بيها إن هي صح، ما تبصش لكلام الناس، استمر وكمل وخلي توكلك على الله، وإن شاء الله ربنا هيكرمك ويصلح حالك يا رب. وفي النهاية لو القصة عجبتكم اشتركوا في القناة واعملوا لايك واكتبوا كومنت علشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.